تحية لكم سيداتي وسادتي، وعيدكم مبارك سعيد. أهله الله على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والأمان والسلام. أمير المؤمنين حفظه الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية، متوجها في حفظ الله ورعايته إلى مسجد الحسن الثاني، حيث يؤدي جلالته صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية روحانية ربانية مليئة بالخشوع والابتهال والتكبير إلى الله عز وجل. فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو من أهم الشعائر التي ينبغي علينا إظهارها والتعبد لله فيها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعيد شعيرة معالمها الفرح والسرور والابتهاج، الفرح بطاعة الله والابتهاج بفضائل الرحمن. فعيد الأضحى المبارك هو يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها بفضل الله عليهم في العشر وشعيرة الأضحية وصلة الأرحام. فالله نسأل أن يعيد علينا عيد الأضحى المبارك ونحن في هناء وسعادة ورخاء ومن الخير فزيادة، تحت القيادة الرشيدة والنيرة والحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سليل الدوحة النبوية الشريفة وسبط الرسول الأمين الذي يعظم شعائر الله ويسير على هدي جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك
ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر ما أنعم على عباده بمواسم الخيرات وأنزل عليهم من فضله الرحمات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إن يومكم هذا يوم جليل حيث جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم بها الحق سبحانه تعظيماً لقدرها. قال تعالى: والفجر وليال عشر، ونوه رسوله صلى الله عليه وسلم بعظمتها فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فكان مسك ختامها هذا اليوم السعيد وتاج رأسها عيد الأضحى المجيد الذي يعد نعمة عظيمة تفضل بها الحق سبحانه علينا لنشكره قياماً بحق التفضل والإحسان، ولنعبده قياماً بحق الإنعام والإكرام، ولنذكره على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
وهو قربة مباركة وشعيرة ربانية وتحفة إيمانية تعكس وحدة الأمة في إيمانها وشعائرها وقبلتها، وتمثل تجلياً من تجليات التضامن والتراحم والتكافل الذي هو روح الإسلام وشعاره ومنهاجه الوسط المعتدل. وفي العيد دعوة كريمة إلى ساحة التعايش والتسامح والود والنقاء وميدان التضامن والوحدة والإخاء، إقامة لمجتمع صالح يتمتع بالصحة والعطاء وينعم بالأمن والسعادة والرخاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، يحل علينا هذا العيد في وطننا المغرب الحبيب، وقد حبى الله تعالى هذا البلد الأمين بإمارة المؤمنين استمساكاً بعهد سلفنا الصالح، وجعل أمانة الوطن في عهدة ملوك الدولة العلوية الشريفة التي تعاقب على تحملها ورعايتها ملوك شرفاء قدموا جميع صنوف التضحية في الحفاظ عليها والقيام بمصالحها والحرص على تطورها وازدهارها. وجاء سليل الدوحة النبوية الشريفة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليتوج مسارها بمشاريع هادفة بانية قاصدة رفعت مكانة المغرب بين سائر الأمم وجعلته أنموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، والذي يسهر بفضل من الله عز وجل على حماية الدين وإقامة الشعائر واستمرار النهج الوسطي الذي هو روح الإسلام. اللهم احفظه بحفظك ومتعه بموفور الصحة والعافية، وأمده بالنصر والتأييد والتمكين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد الأولين والآخرين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما استقبل المسلمون هذا اليوم بالتحميد والتكبير. الله أكبر، الله أكبر. ما تقربوا لربهم بالأضاحي يرجون الثواب والتطهير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ما يتقرب به المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم المبارك ذبح أضحية العيد اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وامتدادا للحنفية السمحة التي وصى بها سيد الأنام، وشكرا لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وها هو مولانا أمير المؤمنين سبط النبي الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله سيقوم بذبح أضحية العيد اقتداء بجده المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحافظوا أيها المؤمنون رعاكم الله تعالى على آداب هذه الشعيرة، وأخلصوا فيها لله تعالى، وحققوا فيها مقاصد ديننا الحنيف من التضامن والتكافل والتعاون، تحقيقا لقول ربنا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذا ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمر بلادك وعبادك، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم تقبل منه صالح الأعمال وحقق له في شعبه ونفسه كل الآمال. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه لما فيه خير الوطن والدين. اللهم أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، واحفظه اللهم في سائر أسرته الملكية الشريفة. وأرسل اللهم سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب تراهما وأكرم مثواهما واجعلهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان رب العظيم وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وفضائله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي الأحمد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان، التي تسعد ساكنتها بهذا التشريف الملكي، وتبتهج وتبارك لأمير المؤمنين حفظه الله حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، وأن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات. فعيد الأضحى المبارك
هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء. هو عيد بر وإحسان نقدم فيه الأضاحي شكرا للرحمن وتقربا إلى الكريم المنان. فعيد الأضحى المبارك يأتي بفلسفته وآدابه ومعانيه العميقة ليذكرنا بذكريات غالية على كل مسلم، يذكرنا بأن الابتلاء المقرون بالصبر والتسليم لله طريق القرب والوصول إلى جناب الله، يذكرنا بأن التأدب مع الله والامتثال لأوامره طريق النجاة. من أجل ذلك شرعت الأضحية في الإسلام، وجعل الله ثوابها عظيما ونفعها عميقا. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإقامة لشريعة إبراهيم عليه السلام وسيرا على نهج سنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، يقوم بنحر أضحية العيد اقتداء برسول الرحمة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم. كما يقوم إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، شعيرة من الشعائر العظمى والطاعات الكبرى التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ذبح الأضاحي والاقتداء بخليل الله إبراهيم ونبي الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وتكتمل هنا الفرحة والحبور، فرحة بالعيد السعيد، فأعيادنا تهليل وتكبير، وفرحة بلقاء أمير المؤمنين نصره الله والتملي بطلعته الميمونة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، حيث تبتهج القلوب وتلهج الحناجر بالدعاء الصالح المستجاب لقائد هذه الأمة ومحقق نهضتها وتقدمها. فالخير كل الخير في ركاب أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حامي حمى الملة والدين، محقق آمال وتطلعات هذه الأمة في الرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين وتمكينهم من حقوق المواطنة وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والتربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. فبلادنا والحمد لله وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله عرفت سلسلة مترابطة متماسكة من الأوراش التنموية المستدامة، شملت جل المجالات والقطاعات الحيوية، كما شكلت هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح الشامل والهدف الأساسي للنهوض بالعنصر البشري بالمملكة. سياسة رسخ من خلالها جلالة الملك نصره الله مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي برؤية ملكية تضامنية للمجال الاجتماعي والاقتصادي بأهداف واضحة المعالم تتسم بالانسجام والفعالية والنجاعة والاستمرارية. وبفضل مبادرات جلالته التضامنية وقوته الاقتراحية الحكيمة تحققت لبلادنا مكاسب كبرى زادتها إشعاعا
وحضورا على الصعيدين الإقليمي والدولي تعكس مكانتها الريادية التي تنهض بها عبر التاريخ الطويل والمجيد، وتشكل مصدر فخر واعتزاز لأجيال الحاضر والمستقبل. تستحضر في هذه المناسبة الدينية العطرة أمجاد الأمة المغربية وحضورها الفاعل والقوي وإسهاماتها المباركة في نشر القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف، وما يمليه من تضامن وتلاحم والتزام تام بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل والاعتدال، ونصرة قيم الحق والتنافس على عمارة الأرض وإصلاحها وإشاعة المثل العليا بين شعوب العالم. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وعيدكم مبارك سعيد.